الافكار السلبيه. علاش كيجيونا الافكار السلبيه؟ بزاف ديال الناس يقول لك حيت حنا كنجلسوا مع ناس سلبيه، ولكن شي مرات كتكون جالس غير راسك وكيجيوك افكار سلبيه. اولا الناس اللي تيكونوا سلبيين هذوك خاص تحيدهم من حياتك، واخا يكونوا ما عرفتش اقرب الاقارب لك. هما الناس السلبيين كتشدهم كدير لهم لوح للبشر كاملين، حيت الناس السلبيين كياخذوا منك الطاقه ديالك، كيقول لك اخويا وانت غتقرا وفي الاخر غنموتوا وناري وهادي واصلا ديال دوك الناس السلبيين كيكونوش حاملين باش تعرف، هما كيكونوش يعطيوك الطاقه، هما اصلا سلبيين. تشوف هذا شنو هذا كنشوفوه يولي واعر اجي نمشيو نعطيو السلبيات اجي لمك لهناش، فهمتوني؟ كيعطيوك حتى سلبيه. كيفاش تحيد السلبيه؟ اولا العقل من بين اخطر الحوايج اللي خلقهم لينا الله. العقل ديالك يا اما غيكون معاك ناضي يا اما غيخرج عليك. العقل لا خليتيه يتحكم في الافكار دبرتي عليها. كاينين طرق كيفاش تحيد الافكار السلبيه اللي انا كنستعملهم ملي كتجيني شي فكره سلبيه. الطرق عمرك تسمعهم في شي بلاصه تقدر تسمعهم. اولا تجيك شي فكره سلبيه وما تهربش منها. مثلا عقلك قال لك امك وباك غيموتوا غدا عقلك هذا راه عقلك سي نورمال، غتشد ديك الفكره غتكشفها امك كبر الوالد والوالده غدا غيموتوا ياك، ما غتهربش من الفكره حيت الا تهربت غتبقى متابعك. تقول لي ريك ماشي بصح غتكتب الوالد والوالده غدا غيموتوا، غتشد ديك الورقه غتشوفها مزيان، غتجيب ورقه اخرى هادشي اللي ما درتيش ما حيدوش افكار سلبيه، غتكتب الوالد والوالده ما يوقع عليهم والو وغيكون غير الخير والله غيطول ليك في العمر ان شاء الله. غتشد ديك الورقه اللي كتبتي فيها الوالد والوالده يموتوا غتمشي لشي غابه ولا شي بلاصه المهم ولا قطاع ولا شي سطح، غتشد بريكه وغتشد الورقه وغتشد بريكه تشعلها وغتحطها وغتبقى تشوف فيها كتحرق. هادشي غيجيك انت عادي. العقل ديالك شنو غيجي؟ ان هاد الفكره ما بقاتش في الوجود، عمرها غتبقى تجيك وفين ما تعاود تجيك نفس لا ميثود تاع عقلك. هاد الفكره يقولك خونا صافي مابقاش نعطي هاد الفكره، تقول ليه هاد الفكره حنا كشفنا زيد حرق عليا هادشي، الفكره ما كايناش. هذه من بين احسن الطرق سميتها تقنيه حرق الورقه. التقنيه راه طوب عن تجربه شخصيه. نزيد عليها واحد اللعيبه اخرى، فين ما تجيك شي فكره سلبيه حاول تقلب. قال لك عقلك ما غتنجحش، قول ليه اقسم لك بالرب غننجح. يلا انت كتقول ما غننجحش انا غننجح وداش بيا الليل فهمتيني دير شي لعيبه فهمتيني باش عقلك في اللي قالك فخر الدين ما كترينيش اصاحبي وغتموت شنو غدير؟ غادي اش ماشي اي واحد يقدر يدير. وناري يا صاحبي اشنو غدير؟ بغيتي تحبس هنا التفكير عذبك، بغيتي تحبس التفكير غتنوض غتلبس السيرفيت وغتمشي تجري. ما عقلك ما يفهم والو، خاص تستوبيه نوض بالسيرفيت جري. عقلك يحبس يقول خويا مابقاش نعطيك الافكار درك نبقى ندير ليا مابقاش نعطيك الافكار مابقاش نعطيك الافكار. فيما يعطيك شي فكره خايبه نوض جري ولا ما تنوض جري. كان شي في الليل وما قادر سير اخويا للسطح ولا سير شي صال المهم سطح هز. الا كان عندك هذوك الدامز لعيبه هز ولا هز شي بيدوزه ولا ديرها الحركه تنقص. عقلك كيحبس من التفكير، هذه ضروري ديرها. زيد عليها الناس السلبيين اللي دوينا عليهم. ان فوا شي واحد في السوشيال ميديا تلقاه تيعطيك السلبيه غتشدو غتبلوكي مو من حياتك. ولد عمك ولد خالتك ولد هادو اصلا ما عندك من دير بهم. ولد عمك ولد خالتك غيجيبوك السلبيات ما عندك من تسيب منهم. خوك اختك هادوك عادي فهمتي. نزيد على كاينين بعض الناس سلبيين اللي تيكون مثلا الاستاذ يقدر يكون سلبي يقول لك انت اصلا واخا تقرا ما غدير والو. انت في عقلك شنو تقول؟ ما اشنو غتقول مع عقلك؟ ما تقولش للاستاذ مباشره بين شويش تقول مع عقلك خونا راك حمار. هذا راه حمار هذا اصلا فهمتي داك كيخربق. انا بحال شي حمار كيدوي وانا خاصني فهمتي نصنت لهاد الفكره ديالك الفكره ديال ما ندخلهاش لعقلي بحال هكا تولي واعر. الاساتذه دعاوهم حاره يا صاحبي. هذا هو الفيديو ديال السلبيين. لا درت شي الحوايج واخا تجيك اسوء فكره في التاريخ ديال البشريه درتي هاد الطرق غتحيد.
ولكن خاصك في القضيه ما تطبق. راه انا تيجوني افكار سلبيه ديما وكنحاول نحيدهم شوف السلبيه كاينه في الحياه ما يمكنش تحيدها، ولكن الا درتي الطرق غتنقص منها. وهادشي اللي كاين الدراري، ونتلاقاو في فيديو جديد. شنو المواضيع اللي تبغوا فيديو جايين؟ وانا راه اي موضوع كتبتوا لي وكيتعاود بزاف راه غندوي لكم عليه. يلا حيدوا لي من هنا الدراري.